المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. دعوة لموظفي الحكومة من أجل لعب دور رائد في دفع الضريبة والجمارك. بذور البطاطا المحسنة في مديرية صنعاء تحقق نتائج جيدة. فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في الجنوب يفتح فرص للقروض لأعضائه. روسيا تفرض عقوبات على أمريكيين بينهم كمالا هاريس. تبادل رسائل ودية بين زعيمي الكوريتين. وفد أمريكي يزور جزر سليمان بعد توقيع اتفاق أمني مع الصين. السلام عليكم ورحمة الله. دعت الندوة المنتظمة في 16 من إبريل في مدينة بارنتو موظفي الحكومة للعب دور رائد لرفع وعي المجتمع بأهمية دفع الضريبة والجمارك وترسيخها كثقافة. وأوضح مسؤول مكتب الإيرادات الداخلية في إقليم القشبرك السيد أمانييل غويتوم معنى وفائدة التحصيل الضريبي والجمركة بإسهاب، داعيا موظفي الحكومة لرفع فهمهم والمساهمة الجادة لإبداء المجتمع للتعاون والمساهمة الفعالة الواعية لدفع الضرائب والجمارك في أوانها، مدركين أنها واجب وطني. وذكر السيد أمانييل أن دفع الضريبة والجمركة ترتبط مباشرة بالبرامج الموضوعة والمنفذة لتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وبعد أن قدم توضيحا مسهبا حول أنواع الضريبة والجمركة وسبل دفعها، نوه بأن دفعها واجب كل مواطن وتتطلب عملية تنفيذها التمتع بالوعي وجهود منسقة. في الختام، أوضح مسؤول الشؤون السياسية في الإقليم السيد أحمد طاهر تعزيز الموظفين خاصة الكوادر الفهم والوعي حول دفع الضريبة والجمركة ولعب دور رائد يضع في الاعتبار حل المشاكل التي تواجه أثناء التحصيل الضريبي. حققت بذور البطاطا المحسنة الثانية المعروفة بإلكترا التي زرعت عبر المزارعين النموذجيين في مديرية صنعاء حققت نتائج عالية. وأوضح المزارعون أن البذور التي وصلت مستوى الحصاد تتحمل الأمراض وتنتج في وقت وجيز، وقد اكتسبوا خبرات كثيرة من عام لآخر بفضل الإرشاد الذي يحصلون عليه من خبراء الزراعة. وقال خبير تنمية البساتين في المديرية السيد زر سناي قبر زغابيهير إن المنمين يتبعون إرشادات وتعليمات الخبراء ويتوقع حصاد إنتاج وفير. وذكر مناسبة مناخ المديرية لبذور البطاطا المحسنة، مناشدا المزارعين لإدراك هذه الأهمية وأن يزرعوها باستمرار. وذكر خبير المحاصيل السيد نبر قبرهوت إنه لا توجد آفات وأمراض زراعية في المديرية، ويتم معالجة الأمراض التي تظهر نادرا بالأدوية، داعيا المنمين لاختيار البذور المحسنة التي تتحمل الأمراض وتنتج إنتاجا وفيرا. وذكر السيد نبر إن أهم أسباب انخفاض إنتاج البطاطا ناجم عن الفيروسات، وعلى المنمين رعاية مزارعهم جيدا واستخدام الدورة الزراعية والحد من الكيماويات والمبيدات واستخدام السماد الطبيعي، وكذلك الحد من المبيدات غير معروفة المصدر. نظم مكتب الزراعة في مديرية عد قيح دورة تدريبية للمزارعين النموذجيين القادمين من قرى المديرية، تركزت على إعداد السماد الطبيعي كجزء من البرامج الجارية كل بداية خريف. وأوضحت مسؤول وقاية المحاصيل في مكتب الزراعة في المديرية الشابة ممتازة سمعون إن الدورة اشتملت على أهمية السماد الطبيعي في إخصاب التربة، وأضرار السماد الكيميائي في تلوث البيئة، وكذلك إعداد السماد الطبيعي نظريا وتطبيقيا. وأشارت الشابة ممتازة إلى تنظيم الدورة بطرق تساعد المزارعين في أنشطتهم اليومية وتكسبهم تجارب عملية، وتهدف إلى تخلص المزارعين مع الوقت من السماد الكيميائي. وأشار المشاركون في الدورة إلى أن المعرفة المكتسبة تسهم في إخصاب التربة بطرق سهلة وتنمية الإنتاج بمنصرفات زهيدة، داعين لإتاحة الفرصة للمزارعين الآخرين. تقوم الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في الإقليم الجنوبي بخلق بيئة صلبة لتحسين حياة 16 من أعضائها في مديرية مندفرة، حيث منحتهم قروض مالية دون فوائد تقدر ب 560 ألف نقفة.
وذكر مسؤول المكتب السيد ولدز تيدروس في مراسم منح القروض التي انتظمت في 17 من إبريل في مدينة مندفرة إن القروض المقدمة تتفاوت ما بين 30 ألفا إلى 40 ألف نقفة لكل عضو، متوقعا أن تحسن القروض حياة المقترضين بإدارة المبلغ المالي جيدا. وأشار إلى أن المبلغ المالي تبرع به مواطنون مهتمون مقيمون في بريطانيا، مناشدا لإعادة القرض في أوانه من أجل الاستفادة والربحية. وذكر مسؤول قسم التأهيل وإعادة التنسيق في الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب السيد إبراهام كفلاسيون إن الهدف من القرض هو تحسين المقترضين لحياتهم المعيشية بالعمل في المجالات التي تمكنهم من تحقيق النجاح، داعيا الإدارات والسكان لإبداء التعاون معهم. وأشاد أحد الحاصلين على القرض بالفرصة المتاحة لهم، موضحا الاستفادة الجيدة من المبلغ المالي في نشاط تربية الأبقار التي بدأها بقدراته الذاتية. يقوم سكان منطقة عتفاكاي في مديرية حقات بإقليم عنسبة بتنظيم نفير تنموي للحفاظ على التربة والمياه ورفع الإنتاج الزراعي. وذكر المشاركون إن السنوات الثلاث الماضية شهدت شح الأمطار أضرت بالإنتاج الزراعي، مؤكدين قيامهم بأعمال جادة لإثراء المياه الجوفية واستقرار البيئة ابتداء من شهر مارس الماضي. وأوضح المدير التنفيذي للضاحية السيد آدم سعيدة إن سكان مناطق الضاحية ينجزون المهام منظمين حسب مناطقهم بإشراك 200 شخص يوميا، حيث تم حتى الآن تدريج 80 هكتارا. وذكر مدير الضاحية سيد إدريس محمد محمود وجود 600 هكتار صالحة للزراعة، مناشدا توظيف الجرارات الزراعية في الوقت المناسب. هذا ويقطن ضاحية عتفاكاي التي تضم 6 قرى وتبعد 15 كيلومترا من جهة الجنوب الغربي لمدينة حقات، يقطنها أكثر من 2060 نسمة. نتوقف مع فاصل قصير وأعود لمواصلة الأخبار. فرضت روسيا عقوبات على 29 أمريكيا هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، بينهم كامالا هاريس ومارك زوكربيرغ. ومنعت روسيا مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال من الدخول إلى أراضيها، ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. ونشرت وزارة الخارجية الروسية لائحة تتضمن أسماء الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبة، وبينهم خصوصا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس مجموعة ميتا العملاقة مارك زوكربيرغ. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى 7 مليارات دولار شهريا لتسيير أعمالها وسط الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب. أفادت وسائل إعلام كوريا الشمالية رسمية بأن الزعيم كيم جونغ أون شكر رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته مون جاي إن جهوده نحو تحسين العلاقات بين البلدين. وتأتي هذه البادرة غير المتوقعة في وقت تشتبه سيول وحلفاؤها في أن بيونغ يانغ تستعد لاستئناف تجاربها النووية بعد أن أجرت سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية منذ بداية العام. وتعهد خليفة مون يون سوك يول الذي سيتولى منصبه في 10 من مايو اتخاذ موقف متشدد تجاه بيونغ يانغ. وأكد البيت الأزرق مقر الرئاسة في سيول أن الزعيمين تبادلا رسائل ودية دون كشف تفاصيلها. والتقى مون الزعيم الكوري الشمالي 3 مرات وساهم في المحادثات بين كيم والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ العام 2019 توقفت المفاوضات، ويعود ذلك جزئيا إلى خلافات حول تخفيف العقوبات وما قد تكون كوريا الشمالية على استعداد للتخلي عنه في مقابل ذلك. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن زيارة وفد أمريكي لجزر سليمان خلال ساعات بعد توقيع الجزر لاتفاق أمني مع الصين. وفي وقت سابق أكدت بكين أنها وقعت اتفاقا أمنيا واسعا مع جزر سليمان، تخشى حكومات غربية من أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين خلال مؤتمر صحفي: وقع وزيرا خارجية الصين وجزر سليمان رسميا مؤخرا الاتفاق الإطاري بشأن التعاون الأمني.
وكانت قد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إبرام الصين اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان، والتي توجه إليها وفد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في مسعى لإحباط تمدد بكين في هذه المنطقة الاستراتيجية. من جانبه نفى رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري وجود أي نية لديه للطلب من الصين إنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان. ذكرت وسائل إعلام روسية محلية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في حريق كبير نشب في معهد للبحوث تابع لوزارة الدفاع الروسية في منطقة تفير غربي روسيا. وبث التلفزيون الروسي صورا لدخان أسود كثيف يتصاعد فوق مبنى مهيب مكون من 4 طوابق ويتبع لمعهد البحوث المركزي للقوات الجوفضائية الروسية. وبحسب ما نقل التلفزيون عن شهود عيان، اضطر عدد من موظفي المعهد للقفز من نوافذ الطوابق العليا هربا من ألسنة اللهب التي اجتاحت 1000 متر مربع من المبنى. ونقلت وكالة تاس الروسية عن متحدث باسم مستشفى تفير الإقليمي أن العديد من الجرحى في المستشفى و3 منهم في العناية المركزة. وأوضحت تاس أنه وفقا للمعلومات الأولية قد يكون سبب الحريق تهالك الأسلاك الكهربائية في المبنى. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. دعوة لموظفي الحكومة من أجل لعب دور رائد في دفع الضريبة والجمارك. بذور البطاطا المحسنة في مديرية صنعاء تحقق نتائج جيدة. فرع الجمعية الوطنية لمعاقي حرب في الجنوب يفتح فرص للقروض لأعضائه. روسيا تفرض عقوبات على أمريكيين بينهم كامالا هاريس. تبادل رسائل ودية بين زعيمي الكوريتين. ووفد أمريكي يزور جزر سليمان بعد توقيعها لاتفاق أمني مع الصين. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.